السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى وفيديو جديد على قناتي قناة شوي من كل شيء مع سميرة. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن وأطيب الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم واحد من لي بغيوش اللي أنا مفضل عندي ما كيخطانيش نهائيا. واليوم غادي نشكلو على شكل دي بينيي جيونت يعني اكس اكس ال. كما كتشوفوا راه وحده توكل جوج ديال الناس اولا ثلاثه. كيجي هشيش من الداخل، خفيف، ناجح 100%، اقتصادي كذلك. وانا اليوم غادي نعمرو بالشوكولات، ممكن تعمرو باي نوع عندكم متواجد سواء كونفيتور كريم باتيسير. تخليوه غير هكذا فهو كيجي بنين ولذيذ بزاف. بلا ما نطول عليكم ندوز المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للعجينة ممكن تعجنوها في العجانة الكهربائية أو لا كذلك في البليدين، ما كاين حتى شي اختلاف. العجانة كتسهل عليكم شوية الأمور وصافي. أنا هنايا حطيت نص لتر ديال الحليب، غادي نضيف ليها نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال العنبة، كذلك غادي نزيد عليها معلقة ونصف ديال الخميرة حبيبات، ولا كان الجو بارد غادي ديروا جوج معالق. نخلطو جيدا، نغطيو هذا الخليط هذا ونخليوه حتى كيتفاعل ديك الخميره مع السكر والحليب، ونرجع لكم باش نشوفوا التتمه. دابا غادي نزيدو 4 كاس ديال الزيت النباتيه. كما كتشوفوا الخميره فهي تفاعلت مع الحليب والسكر. واحد معلقه كبيره ديال الخل، سواء الابيض او الاحمر اللي متواجد عندكم، هو كيعطيها واحد الهشاشه. غادي نزيد واحد الساشي ديال السكر فاني، ساشي ديال خميره كيماويه، رشيشه ديال الملح، ومن بعد غادي نضيف جوج بيضات ونخلط مرة أخرى جيدا. ومن بعد غادي نبدا كنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فعينك ميزانك، انا ما نقدرش نقول لك شحال غادي ديري بالضبط ديال الدقيق. انا كنعرفوا بان الدقيق كاين كيختلف يعني من نوعيه لنوعيه. المهم ان العجينه غتكون كتلاصق شويه في اليدين، شاده راسها متماسكه ولكن كتلاصق شويه في اليدين. يعني تقريبا واحد 6 ديال الكيسان ونصف اللي خدات لي انا، كنهضر على الدقيق ديالي انا. غادي نضيف جوج معالق ديال الزبده، تكون بحراره المطبخ. وبالنسبه للقوام ديال العجينه فغادي تشوفوه معايا من بعد. نخليها كتعجن جيدا حتى كنحصل على واحد العجينه تكون رطيبه كما قلت لكم، كتلصق في اليدين ومعجونه مزيان. وهاد المره هاد الخطوه هذه ممكن ديريها غير بيديك وتعجنيها وتدلكيها مزيان. كما كتشوفوا العجينه فهي كتكون رطيبه وكتلاصق شويه في اليدين باش كتجينا هشيشه ورطبه، ما كتجيش مدقسه من الداخل. غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونغطيها بواحد الزيف ونخليها تخمر حتى كتضاعف الحجم ديالها مزيان، ونرجع لكم باش نشوفوا كيفاش غادي نشكلوها. العجينه من بعد ما خمرات وتضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا، فانا كنحاول نفرغها من داك الهواء. كما قلت لكم ضروري انها تكون رطيبه وكتلصق في اليدين. ودهنوا يديكم شويه ديال الزيت باش ما تلصق لكمش. ودابا غادي نحاول نفرغها في مكان العمل او سطح العمل.
بطبيعة الحال غادي نستعمل شوية ديال الدقيق، ولكن نحاول ما نكثرش بزاف، يعني الدقيق غير باش يساعدني وصافي ما تبقاش كتلصق ليا. كما كتشوفوا كنقطع كويرات متوسطة الحجم، واخا متوسطة الحجم فهي مازال غادي تخمر وغادي تعطيني يعني شكل كبير، شكل كيعمر العين وكيعمر حتى يعني كيحمر الوجه، شي حاجة اللي راقية في المنظر. بالنسبة ليا انا اختاريت انني نديرهم كوم دي بانيي بحال الشفنج، كيعطيه منظر زويون، شكل جديد. ونحاولوا نبدلو شويه حتى دوك لي بغيوش اللي كنديرو سواء الضفيره اولا خبيزات، يعني كوم دي بحال الهامبرغر، كنحاول اني نبسطهم بشكل طولي. بالنسبه لي انا غادي نحشيهم بالشوكولاط نوتيلا اولا اي شيء متواجد عندكم، عندكم كونفيتور، عندكم كريم باتيسير، ممكن ديروا الشوكولات، داك الشوكولات ديال الاكل، مربعات اولا اي نوع من انواع الحشو بغيتو ديروه فممكن تستعملوه. بالنسبه لي انا درت الشوكولات نوتيلا، كندير واحد الكميه مهمه وما نخافش يعني ما غاديش يخرج ليا الشوكولات من بعد. من بعد غادي نحاول نجمع العجينه ديالي كما كتشوفوا بشكل طولي. دائما كما قلت لكم غادي نستعمل واحد شويه ديال الدقيق الابيض، غير شويه باش ما تلصقليش سطح العمل اولا حتى في يديا ما تعذبنيش. كنحاول انني يعني نجرها واحد شويه باش كتزيد تطوال صافي، وكنعطيها الشكل ديال البانيه. غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ومن بعد نرجع لكم. هويبات كنتمنى انكم تجربوهم، انا متاكده غادي يعجبوكم، غادي يوليو معتمدين عندكم، كيجيو هشاش بنان لذاذ بزاف.
سورتو الا عمرتوهم بالشوكولات او حتى الكونفيتور. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم المستمره اللي كتعجبني بزاف وكتدفع بيا للقدام. وكذلك ما تبخلوش عليا بالاشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطه في القناه، وكذلك اللايك. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.